عيتي ما تفرج فيديوهات ديال الكريبتو وفين ما كيقولوك شي مصطلح عمرك سمعتيه كتبقى تشوفه ومخك كيتروى. انا حاسس بك داكشي علاش درت هذا الفيديو اليوم. وإلا كان شي مصطلح ما مفهومش وما قلتوش خليه لي في الكومونت. نبداو على بركه الله. اول مصطلح اللي هو البيتكوين. انا عارفك كتقول لي راه كلشي عارف شنو هو هذا البيتكوين. ارتاح غنمشي معاك بشويه. البيتكوين هي اول عمله رقميه اللي تاسست في 2009 من طرف واحد الشخص اللي مجهول سميتو ساتوشي ناكاموتو. واش عرفتي ان البيتكوين هي اللي بدات الثروه ديال الكريبتو، وهي عمله لا مركزيه، يعني ما كاين لا بنك لا حكومه كتحكم فيها. مثلا بغيتي ترسل شي واحد في شي دوله ديك العمله تقدر ترسلها ليه، كتقدر دير هادشي بلا حاجه للبنك وبسرعه اللي كبيره. مثلا ثمن بيتكوين 2009 كان 0.01 دولار. دابا الثمن ديالو كان صور هذا الفيديو 68,000 دولار. تخيل معايا في ذاك الوقت 10,000 بيتكوينه بثمن ديال 0.01 غتجيك تقريبا 100 دولار اللي هي 1000 درهم ديالنا. دابا في 2024 غتجيك تقريبا اكثر من 6 مليار ديال الدولار. باش غادي تحس انا عاقل على البيتكوين النهار اللي دووا عليه في الاخبار 2011 كان الثمن ديالو 50 دولار. الوالد قال لي غتخربي داكشي علاش بعض المرات ما خصكش دير هضره ديال بنادم واخا يكون في لونتوراج معاك. دوزو المصطلح الثاني البلوكتشين. البلوكتشين هي واحد التقنيه اللي كتحكم في العالم ديال الكريبتو. هي بحال شي سجل رقمي كيحتفظ بجميع المعاملات. الميزه ديال البلوكتشين هي الامان والشفافيه ديالها، ما يمكن حتى واحد يتحكم فيها بوحدو حيت النظام كيبقى لا مركزي، يعني ما كاينش شي جهه اللي مسيطره وعندها القدره انها تلعب في هادشي. كاينين بزاف الحواسب وكل واحد عنده بلوكتشين، وإلا حاسوب بغى يبدل شي حاجه فراه كاع الحواسب غيبان ليهم داكشي. هذه هي المعنى ديال البلوكتشين. المصطلح الثالث اللي هو ديجيتال والت، المحفظه الرقميه. هي بحال شي حساب بنكي ولكن خاص غير بالكريبتو. وكاين جوج ديال الانواع. كاين واحده اللي كتكون مربوطه بالانترنت وكتسهل المعاملات اللي هي سميتها محفظه ساخنه هولت والت، وكاين واحده اللي كتخزن العملات خارج الشبكه كتكون امنه اللي هي الكولد والت، المحفظه البارده. وإلا بغيتي الديجيتال والت ديالك تكون بامان تستعمل كولد والت، وهي كيكون بحال كليوز في البيتكوين ولا الايثريوم ديالك. المصطلح الرابع هو العمله البديله. هاد الكلمه كتسمى على كاع العملات الرقميه اللي جات من بعد البيتكوين. اشهر عمله بديله هي الايثريوم اللي كتميز بالعقود الذكيه واللي كتمكن دير المعاملات بلا واسط. المصطلح الخامس اللي هو توكن، الرموز الرقميه كتكون مترابطه مع المشاريع او شي منصه معينه ممكن تستخدمها انك تدخل خدمات معينه ولا باش تصوت على شي مشروع، بحال شي شركات اللي كتقدم اسهم، والرمز الرقمي كيكون مترابط مع داك المشروع. مثلا الا كنتي في مشروع ديال التمويل لا مركزي ممكن يكون عندك رموز تستعملها في هذا التصويت على التحديثات الجديده. دوزو السادس مصطلح اللي هو الماينين. هذا اللي كيتسمى التعدين هي واحد العمليه كتصادق على العمليات اللي كدار في البلوكتشين. الناس اللي كيشاركوا في التعدين كيحصلوا على مكافآت في هذه العملات. التعدين كيتطلب واحد الحواسب قويه بواحد المعايير لانها تقدر دير التعدين وتحل واحد المعادلات اللي معقده باش انها تاخذ مكافاه ديال ديك العمله. مثلا الا عندك واحد الحاسوب واعر تقدر تشارك في التعدين وتربح البيتكوين، ولكن انها كتحل واحد المعادله باش انك تاخذ ديك البيتكوين. ولكن دابا العمليه ولات صعيبه حيت المنافسه ولات كبيره. السابع مصطلح اللي هو السوق الكريبتو، كريبتو ماركت. بحال اي سوق اخر، سوق الكريبتو كاين فيه منصات اللي كتشري فيه وكتبيع هاد العملات الرقميه بحال باينانس، اوكي اكس، باي بيت الى اخره، ولكن تكون منصه ثقه. مثلا بغيتي تشري البيتكوين كتمشي لهاد المنصه وكدير عمليه الشراء، ولكن خصك تكون واعي بالتقلبات ديال السوق. ندوزو المصطلح الثامن اللي هو ستابل كوين، العمله المستقره. هاد النوع ديال العملات كيكون مترابط مع العملات التقليديه بحال الدولار. الهدف ديالو هو تقليل التقلبات ديال هذا السوق. مثلا USDT هي عمله مستقره مترابطه مع الدولار، يعني حتى اللي يتقلب السوق ديال الكريبتو ما عنده حتى شي تاثير كبير على ديك العمله. التاسع مصطلح اللي هو تبادل لا مركزي، ديكس. هاد المنصات كيكونوا مستخدمين كيتبادلوا العملات ما كيكون حتى شي واسط، بحال يوني سواب اللي كتبدل العملات بطريقه مباشره. مثلا بغيتي تبدل ايثريوم بعمله بديله كتدخل هاد المنصات وكدير هاد العمليه بلا ما يتدخل شي طرف ثالث. ندوزو المصطلح العاشر اللي هو السوق الهابطه والصاعده، البير ماركت والبول ماركت. البير ماركت ولا السوق هابط هي الفتره اللي كيكون فيها الاسعار ديال العملات منخفضه. اما السوق الصاعده واللي هو البول ماركت ملي كتكون البيك ديال العمله او العملات، واللي هي الوقت اللي كترتفع فيها الاسعار كتكون فيها الفرص كبيره. مثلا في 2021 كان عندنا البول ماركت
كان السوق طالع وبزاف ديال الناس اللي ربحوا من هذا الكريبتو، ولكن اون فوا جات 2022 ولات السوق هابطه، يعني البير ماركت، وبزاف ديال الناس خسروا فلوسهم. هنا وصلنا للاخر. هذا كان الفيديو ديال اليوم اللي فيه 10 مصطلحات في عالم ديال الكريبتو اللي مهمين، اللي غادي تعاودوا تلقاهم دابا. الا سولك شي واحد غادي تعرف تجاوبه بلا تردد. الى عجبكم الفيديو وعندكم شي تساؤلات خليهم في كومونتير. نتلاقاو في الفيديو الجاي. طحان.